واصل الفنان محمد رمضان الرد على الانتقادات التي طالته بعد انتشار صورته مع لارا ترامب، حيث نفى ما تردد على أن اللقاء كان لدعم مبادرة كلاب الشوارع أو أنه دفع أموالا لالتقاط الصورة. أوضح عبر فيسبوك أنه تلقى دعوة شخصية من لارا لحضور مناسبة فنية في نيويورك لدعم الموسيقى عالميا، مؤكدا أن لارا نفسها كتبت تعليق ترقبوا على صورتهما، وهو ما يعد ردا على أي تكذيب. أضاف مازحا أنه يكن التعاطف لكلاب الشوارع وحتى الكلاب التي شككت في مصداقيته، معلنا طرح أغنيته الجديدة مفيش طبطبة قريبا. كما نشر عبر إنستغرام فيديو من لقائه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي، وعلق عليه قائلا كان شرف، متجاهلا الهجوم الذي شن ضده. أثارت صورتهما جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع شائعات بأن التقاطها يتطلب دفع $3500، وهو ما نفاه رمضان تماما.